مع بعض هنحاول نفهم جوهر الحضارة المصرية القديمة، واللي هو الديانة، فهم عميق واضح كما لم نفهمها من قبل. هنسيب المنطقة الضحلة اللي كله بيبلبط فيها، وهنغوص في الأعماق السحيقة غير المتروكة، بس بأسلوب ومنهج علمي. مستندين على النصوص والآثار المصرية القديمة ودراسات علماء المصريات له، ومستعينين بأبحاث وكتب من علوم تانية ضرورية لفهم مغزى الآثار والنصوص زي الأنثروبولوجي وعلم النفس وعلم الاجتماع، ومسترشدين بالدراسات والأبحاث العلمية عن حضارات وشعوب أخرى زي مثلا حضارات الشرق الأدنى القديم، وكمان الإغريق والرومان وغيرهم كتير، وكل ده بأسلوب واضح بسيط وبلغة بسيطة برعاية صديقي العزيز سلطان السكري. اه، ايوه. وحتى لو كنت مش متخصص وعمرك ما قريت صفحتين في كتاب علمي عن مصر القديمة، هتبقى أستاذ بعد ما نوصل مع بعض لنهاية السلسلة. بس في شرط صغنون: لا حياء في العلم، لا حياء في الدين. ولا حياء في الإيجيبتولوجي. دكتور طه حسين كتب في مقدمة كتابه صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان إن الأمة المصرية تجهل نفسها، وما ينبغي لبلد كمصر أن يصل من جهل نفسه وتاريخه حدا منكرا، وكأنه قد حكم علينا بالجهل الدائم والغفلة المتصلة. على أي حال، أن تكون علتنا الجهل خير من أن تكون علتنا الغباء وعدم الاستعداد. فلا تدع جهلك بالشيء ينفرك منه ويغريك بالإعراض عنه. بس اوعى يا صديقي تفهم إن كلامي ده أو كلام دكتور طه دعوة للشيفونية والفشخرة الحضارية الجوفاء، لأنه كما قال دكتور جمال حمدان في كتاب شخصية مصر، الشوفينية علميا هي مجرد مركب نقص وطني، والأسوأ إنها ضمان جازم للتجمد والتخلف وضد التغيير إلى الأفضل والتطور نحو الأمام. الحذر كل الحذر يا رفيق، عشان انت زي ما هتلاقي في المحتوى ده حاجات هتكيفك، برضه هتلاقي حاجات هتزعجك. بس انا مالي يا لمبي، ده في الواقع مش كلامي، ده كلام العلماء في مراجع علمية معتبرة وأبحاث محكمة. وعندما أدلي بدلوي من بنات أفكاري هقولك بس خلي بالك، الدلو تم تصنيعه وفقا لمواصفات الموضوعية والتجرد العلمي، وبنات أفكاري متعلمين ومتنورين. ولا أدعي الكمال طبعا، لكني بذلت ما في وسعي، وربنا يكفينا شر الانحيازات المعرفية والمغالطات المنطقية. ويا عزيزي، لو كنت بتدور على محتوى في الكليتش يفيض بالتحابيش والهجايس، فيؤسفني أقولك النمرة غلط يا عماد. نيجي بقى للسؤال: ليه الديانة المصرية القديمة معقدة وصعبة الفهم، بل كثيرا ما تبدو متناقضة؟ في البداية، كلمة ديانة دي تعتبر تعبير مجازي، لأن ما كان في مصر القديمة في الواقع هو مجموعة كبيرة من العقائد بتتنافر زي ما بتنسجم. العقائد دي كانت ذات نشأة سحرية، وفضلت السمة السحرية هي الصفة الغالبة عليها والمميزة ليها على مر العصور، سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي. سمة السحر مش بس شكلت الشعائر والطقوس، لكن كمان شكلت الأساطير واتبنى عليها اللاهوت، وكل ده كان في الأساس لأسباب ولأغراض نفعية، الأغراض المعتادة للبشر: دفع الضرر وجلب المنفعة ومعالجة الخوف. الديانة المصرية القديمة تبدو معقدة ملغفنة صعبة الفهم لعدة أسباب الحقيقة، وأولهم هو الانفصال الفكري والوجداني بيننا وبين المصريين القدماء، وبالتالي يصعب أحيانا فهم تصوراتهم وطريقة تعبيرهم عنها، وهو انفصال غير قاطع وغير تام. عشان كده تحس إنك فاهم بس مش مجمع، حاسس بس طشاش، وده تحديدا بيخلي الباب مفتوح على مصراعيه للكثير من الهبد والكلام الفارغ. السبب التاني هو طبيعة مصر الجغرافية اللي شكلت العمران البشري فيها على شريط وادي النيل الطويل في مراكز حضارية متفاوتة بتفاوت اتساع أو ضيق الوادي، متجاورة ومنفصلة في نفس الوقت. وفي الدلتا مراكز حضارية بتفصلها عن بعضها أفرع النيل المتعددة. ما هو زمان كانت فروع النيل كتير، وكمان كانوا متغيرين قبل ما يرسى الموضوع على فرعين بس، دمياط ورشيد. وبتفصل المراكز الحضرية دي كمان المستنقعات والأحراش، لأن أرض الدلتا منخفضة ورخوة، أصلها كانت في الأصل جزء
من البحر المتوسط، وتدين بفضل وجودها لطمي النيل. كل المراكز السكانية دي كانت متجاورة مكانيا، لكن كان لكل مركز منهم شخصيته الثقافية وتصوراته اللي نسج منها عقائده وأفكاره، وبرضه أولوياته اللي كان بيحكمها ظروف المكان، مش بس المكان اللي استوطن فيه، لكن كمان المكان اللي جاء منه أسلافه بعد ما خلص العصر المطير. بالتالي ما كانش فيه أبدا إجماع حضاري كامل داخل مصر حول نشأة الكون أو اختصاصات كل إله أو طريقة مواجهة المخاوف والصعوبات، لكن طبعا كان فيه أمور مشتركة وأمور متشابهة. الظروف البيئية المتشابهة في مراكز الدلتا خلقت سمات ثقافية واقتصادية متقاربة في المراكز السكانية دي، اللي كانت مجتمعات منفتحة وبتشتغل في التجارة بشكل أساسي، وبالتالي كان تجمعهم مع بعض في كيان سياسي شيء تدعم الظروف. مدن الدلتا كانت حاجة أقرب لنظام السيتي ستيت أو دولة المدينة، وجمعتهم المصالح المشتركة وبعض الجهود العسكرية لتكوين كيان متحد. نظام الحكم فيه أقرب لنظام السيناتوس أو مجلس الشيوخ الروماني، يعني الديمقراطية بذرتها نشأت حدانا بس ما لقيتش بختها معانا. في حين كانت المراكز السكانية في الصعيد مراكز إقطاعية خضعت بالحروب لوحدة سياسية وحكم ملك مستبد. يبقى في العصور التاريخية اللي هو عصر الأسرات، كانوا جيران مصر بينظروا إليها باعتبارها كيان واحد مدمج، سموه مجر بمعنى الحصن، ودي ترجمة مناسبة للكلمة وهي كلمة مصرية قديمة. ومجر بقت في سجلات الأشوريين والبابليين وغيرهم مشر ومصرايم مصر، وعذرهم معهم طبعا في الغلطة دي، فالغريب أعمى ولو كان بصير. في حين المصريين أنفسهم كانوا شايفين مصر جسمين مستقلين بيربطهم راس السلطة وهو الملك. عشان كده بنلاقي عرش الملك في التماثيل أي ملك من أي عصر مرسوم على جانبيه تعويذة سماطوي، بمعنى توحيد الأرضين. الأرضين هما مصر السفلى ومصر العليا. وعلى مر التاريخ لما كانت السلطة المركزية بتضعف كان كل شيء بيرجع لأصله وتتفكك الوحدة السياسية. وبنلاقي بعد عصر الانتقال الأول ملوك الدولة الوسطى في الأسرة 11 خاضوا حروب أهلية مريرة لإعادة الوحدة السياسية وإقامة المركزية مرة تانية، عفوا تالتة، أصل كان في محاولة قبل النعرمر. ونفس الكلام بعد طرد الهكسوس وقيام الدولة الحديثة، رجعت اتفكت بعد سقوطها وقامت دولة الكهنة في الجنوب ودولة مدنية في الشمال، وده خلال الأسرة 21. ورجع المحتل الليبي وحدها في الأسرة 22 بإخضاعه لدولة الجنوب، وزادت وتيرة الفك والربط في العصر المتأخر لحد دخول الإسكندر الأكبر مصر. ودي كانت فترة احتضار الحضارة المصرية القديمة. الفترة دي استمرت حوالي 7 قرون، وهي الحضارات الإنسانية العريقة كده ما تموتش بالسكتة، لكن تموت بمرض طويل واحتضار مرير. يبقى المصريين سموا بلدهم الأرضين، وما كانش لها اسم رسمي محدد، لكن كان في صفات تطلق عليها. يعني حتى كلمة الأرضين نفسها صفة. خد عندك يا سيدي، أول حاجة تامري يعني أرض الفأس، إتسي يعني البلاطين، حور إدبوي يعني ضفتي حورس، باقت يعني ذات الشجر، كمت يعني السوداء، وجات يعني المزدهرة. وتلاحظ أن الأسماء بيغلب عليها المثنى. وكان الملك له 5 ألقاب رسمية، 2 منهم بيتكتبوا في خراطيش، وهم اسم الميلاد ويسبقوا عبارة سارع ابن الشمس، واسم التتويج وتسبقه عبارة نسو بيتي. والترجمة الحرفية المنتسب للجريدة والنحلة، لكن هي مصطلح على بعضه معناه ملك مصر العليا والسفلى. طبعا الجريدة والنحلة هم رمزي الصعيد والدلتا، وكل ده هنشرحه بالتفصيل تباعا. يبقى الإجماع اللي احنا بنفترضه لما بنتفرج على الآثار ونلاقيها شبه بعضها ده مغالطة كبيرة بتقودنا لاستنتاجات مضللة.
وهنفهم هي ليه مغالطة بالتدريج واحدة واحدة من خلال حلقات السلسلة. وخلينا حاطين في بالنا إنه دايما كان في مذهب ديني ما بيجعله ملوك حقبة ما هو المذهب الرسمي للدولة، وإنه دايما كان هناك الورع الشعبي، وده كان أكتر مرونة وبيستجيب بتلقائية لحاجات النفس الإنسانية وتغيرات الزمن وظروف الحياة. يبقى كان في مصر القديمة حياتين: حياة العامة اللي أغلبهم فلاحين، حياة ثابتة منتظمة الإيقاع وإيقاعها مظبوط بالشعرة على إيقاع فيضان النيل ودورة الشمس في الفلك، باختصار منسجمة مع إيقاع دورة الزراعة. وكان في حياة تانية بتستجيب لرياح التغيير والتطور لكن بحدود طبعا، هي حياة كريمة المجتمع، النبلاء والإقطاعيين وأفراد الجهاز الإداري المهول اللي كان ماسك أجزاء الدولة، ورجال الكهنوت طبعا. لكن الحياتين كانوا محكومين بإطار حضاري محافظ، التغيير والتطوير فيه لابد ولازما إنه لا يتعارض مع الجوهر. الإطار ده ضمن لهذا الخليط العقائدي العجيب الاستمرار ل30 قرن. هنا نسأل سؤال: إيه اللي كسر الإطار الحضاري ده وغزا الجوهر وغيره إلى الأبد؟ الإجابة ببساطة هي المسيحية. ما هو لا يفل الحديد إلا الحديد، وده هيقودنا للسبب الثالث، وهو الحلقات المفقودة في التاريخ. الآثار تعرضت على مر العصور للتفكيك والمحو والتشويه لأسباب مختلفة، سواء لإعادة استخدامها في أغراض حياتية متعددة زي بناء بيوت، كنايس، أديرة، جوامع، أو لأسباب عقائدية. لأنه لما بيظهر دين شمولي لا يقبل بالتعددية ما بيقبلش وجود المنشآت المرتبطة بالعقائد السابقة عليه، لأن ده تهديد مباشر لوجوده. وبالطريقة دي ضاع أو محيا ضريح إمحوتب، علامة زمانه اللي هندس وبنى أول بناء حجري كبير في التاريخ، وهو هرم زوسر المدرج في سقارة. وضاعت وثائق وبرديات مكتبات بيوت الحياة البرعنخ، وهي المدارس الملحقة بالمعابد. وضاعت سجلات المعابد ذات نفسها. وزي ما الإنسان العاقل الهوموسيبيان قضى على الأنواع البشرية اللي كانت موجودة قبله زي إنسان نياندرتال وإنسان هومو إريكتوس مثلا يعني، لكن فضل شيء من جينات البشر المنقرضين دول في جينات الإنسان العاقل ده، لكنه مش واعي بوجود الجينات دي. برضه فضل شيء من أفكار وطقوس العقائد الغابرة اللي نشأت في وادي النيل ودلتاه في أفكار وطقوس الإنسان اللي عاش بعدها، وبرضه هو مش واعي بوجودها وبكونها دخيلة، لأ، وحطلها تخريجات تلضمها في عقد أفكاره وطقوسه بشكل مبرر ومقبول، واتنسى الأصل بمرور الزمن. والسبب الرابع، خلينا نحط في بالنا دايما إنه مش لازم يكون في علاقة منطقية أو تفسير منطقي لكل شعائر وطقوس العصور القديمة. حاول ما تقعش في المغالطة دي، لأن العقائد شيء وجداني، والوجدان مش بالضرورة يتسق مع المنطق. والفجوات المعرفية عند الإنسان القديم ما كانتش محتاجة غير خيال حر خصب علشان تتملي بخرافات وأساطير. اللي مش محتاجة غير شخص له كاريزما ولسان حلو وفصاحة وقدرة على الإقناع عشان يقنع بيها جماعة من البشر وتبقى بالنسبة لهم حقائق راسخة. باختصار الموضوع مش محتاج غير أونطجي خيال واسع. وبشكل عام الخيال ده مش محتاج غير حاجة تحفزه وتوحيله بومضة يلقطها عقله وينطلق بقى ويبدع أساطير وأفكار يترتب عليها طقوس وشعائر ينتج عنها مباحات ومحرمات. والسبب الخامس، خلينا برضو نحط في بالنا كمان إن الفكرة بتنشأ بسيطة وبعدين بتتعقد وتتشعب. ليه؟ لأن الإنسان بيتراكم لديه كم كبير من المعرفة. كل ما تقدم حضاريا فبيبقى عاوز يضفر المعرفة اللي وصل لها مع اللي ورثه من أسلافه، ومن هنا بيبدأ التعقيد مع توالي محاولات التوفيق. فتلاقي الكاهن يمعن في الغموض اللغوي اللي بيدوخ علماء اللغة المصرية القديمة في الترجمة والفهم، بجد يعني وبدون أدنى مبالغة حاجة شيء. الإمعان في الغموض اللغوي ده مغالطة منطقية عريقة، لأن اللجوء لعبارات فخمة معقدة غير واضحة المغزى، العبارات الموسيقية الضبابية اللي بتوحي للمتلقي إنها عميقة وخطيرة يستعصي على أمثاله فهمها فبيسلم بيها وهو منبهر. الحيلة دي لسه شغال لحد يومنا هذا. يعني تلاقي شخص ما بيصيغ عبارات رنانة ملخفنة وهيلاقي جمهور ينبهر برضه رغم إنها عبارات جوفاء بلا أي معنى حقيقي أو مضمون منطقي. ده حتى في ناس لو لقت الكلام واضح وقادرين يفهموه
بيعتبروه كلام عديم الفايدة وصاحبه قليل المعرفة ركيك اللغة. والحقيقة إن صياغة العبارة البسيطة اللي بتعبر عن الفكرة بوضوح وبساطة شيء صعب، بل نقدر نقول إنه تحدي، واللي يقدر يعمله يبقى حد عنده قدرة محترمة على التعبير والتواصل مع الناس على اختلاف عقولهم ووجدانهم. كل دي صعوبات بتواجه اللي بيدرس الديانة المصرية القديمة. وأخيرا لازم ناخد بالنا إننا ما نحاولش نفهم أفكار وممارسات القدماء من خلال قناعاتنا ومعتقداتنا، ولا نقيمها ولا نحكم عليها من خلال قيمنا الأخلاقية. احنا بقى عندنا الحاجات دي بعد تجربة حضارية طويلة وركام ثقافي مهول، أما الإنسان القديم فما كانش عنده شيء منه. التجرد والموضوعية هيخلونا نتفادى الوقوع في فخ الإفراط في التأويل وتفسير اللي مش فاهمينه بأمور ما كانتش تخطر على بال الإنسان القديم اللي بدعها أصلا. ويا صديقي، لو كنت وصلت معايا لحد هنا فأحب أقولك أنت من الأحرار يا رفيق. ولك هدية عندي، هقولك على اسم المحطة الجاية في رحلتنا واللي هتكون عبادة النار في مصر القديمة. نار يا حبيبي، نار يا حبيبي، نار صحتني، نار خلتني أحبك. إثارة وتشويق ومتعة